إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة احنا هنبدأ فيديو جديد ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم ان انا ان شاء الله هفتح قناة جديدة هي خاصة بتعليم اللغة الانجليزية، والرابط بتاعها هنلاقي تحت اسم اللي هي الفيديو. والقناة ديت هنتعلم فيها اللغة الانجليزية بطريقة جديدة خالص. والوقت ان شاء الله نبدأ الفيديو بتاعنا. بس يا ريت يا جماعة ما تنسوش ان شاء الله انكم انتم تدعموني في القناة الانجليزي بتاعتي زي ما انتم دعمتوني في قناة الالكترونيات. والوقت انا جايب لكم مجموعه هي من الاجهزه اللي هي تعتبر نادره او مش موجوده من الزمن الجميل. وهي على فكره يعني انا محافظ عليها كويس جدا لدرجه يعني مثلا تشوفوا الراديو ده على فكره هو ناشونال باناسونيك، وهو من انتاج سنه 1970، يعني بقاله اكتر من 50 سنه. وزي ما انتم شايفين هو تقريبا جديد. انا هفتحه واوريه لكم من جوه. ده يا جماعه هو الجراب بتاعه اللي هو الاصلي، تقريبا يعني هو جديد. وده الراديو من جوه. ده ناشونال باناسونيك وفيه 8 ترانزستور، حتى هو مكتوب عليه اهو 8 ترانزستور. وطبعا زي ما انتم عارفين ده كان قبل اختراع اللي هو الاي سي، يعني سنة 70 كان لسه الاي سي ما تمش اختراعه. وكان بتتحدد قوة الاستقبال وتضخيم الصوت في الراديو بعدد الترانزستورات اللي فيه، لان احنا عارفين الترانزستورات بتستخدم لتضخيم الصوت. وبرضه في طبعا انتوا عارفين برضه اللي هي الراديو الحديث بيبقى فيه اي سي للمحطات اللي هي الام دبليو، ده مقوي للام دبليو لاشاره اللي هي الام دبليو والاف ام. بس طبعا ده ما كانش فيه اف ام، فكان فيه ترانزستورز بس لتقويه اللي هي الاشاره اللي هي الام دبليو وتضخيم الصوت بدل اللي هي اي سي الصوت. والراديو ده ما بيشتغلش على فكره بحجار يا جماعه. والراديو ده على فكره يا جماعه ما بيشتغلش بالكهرباء، بيشتغل بحجاره فقط، بيشتغل بحجرين تورش. بس عمرهم بيبقى طويل جدا، يعني الحجرين التورش دول بيبقى عمرهم طويل، لان هو مش ما بيستهلكش حجاره كتير. هو ما فيهوش اي حاجه خالص غير هو ده عندنا ده فيه مفتاح اللي هو الفوليوم، وده مفتاح للايرفونز، وده سوكت للايرفونز، فتحه للايرفونز، مش اكتر من كده. وده طبعا بتاع الموجات. في طبعا عندي مجموعة كبيرة من الأجهزة، ده جزء منها على فكرة. بس أنا هوريكم اللي في بعض الأجهزة بتبقى الناس محافظة عليها جدا لدرجة اللي هي بتبقى فعلا جديدة، برغم إنها فات عليها أكتر مثلا من 50 سنة أو 60 سنة. في عندنا ده مثلا راديو تاني أهوت، مش وده سانيو، ده واحد تاني، بس أنا عندي اتنين يعني. ده لسه بالعلبة بتاعته، ده لسه بالعلبة بتاعته أهو، لسه يعني زي ما بيقولوا براند نيو، جديد وبالعلبة بتاعته. وهو نسخة من ده اللي هو سانيو. وده كان موجة واحدة بس على فكرة يا جماعة، ده كانت موجة واحدة اللي هو كانت اي ام فقط. وده عندنا جهاز سوني ياباني، ده 12 موجة. وده جهاز ألماني. خلاص، تعال نسمع صوت أي حاجة فيهم. تعال نسمع مثلا صوت الجهاز الألماني ده. ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. صدق الله العظيم. طبعا يا جماعه مش عارف اشغل ده لان طبعا البطاريات بتاعته غاليه جدا. البطاريات الوقت بتاعته بتوصل يمكن ما اعرفش ثمن البطاريتين كام، بس ممكن اكيد هيبقى ثمنهم فوق ال 30 جنيه. فطبعا غاليه جدا، فعشان كده مش هقدر اجربه ليكم. انا بجرب لكم بس اللي هي الاجهزه اللي بتشتغل بالكهرباء زي اللي هي الجهاز الالماني ده. وان شاء الله هبقى اكلمكم عن بقيه الاجهزه التانيه خلاص بتفصيل. الوقت انا بس بناخد فكره، ده جزء بس من الاجهزه اللي عندي.
ده مثلا ده جهاز انترناشونال، وده انتاج هونج كونج. وده على فكرة الجهاز ده هو ده كان في مخزن، يعني كان ده ما يكون في مخزن كان اللي بيع الأجهزة الإلكترونية، وده كان قديم قوي. وده عندنا جهاز انترناشونال برضو هونج كونج، ماشي. هو في منه لونين، ده أبيض وده أسود، وبرضو نفس العملية. ده جهاز سوني، ده جهاز ده سوني هو اللي احنا شايفينه، وده جهاز باناسونيك، وده جهاز شارب، وده جهاز سوني. ده سوني محطتين FM و AM. وده برضو حاجات، وده ناشونال طبعا غني عن التعريف يعني. ودي برضو أجهزة تانية بس دي صيني بس قديمة جدا. ده برضو انترناشونال، ده انترناشونال. والماركة دي كانت زمان مشهورة يعني على فكرة يا جماعة. يعني الماركة دي زمان كانت في السبعينات، كانت الماركة مشهورة، هي إنتاج هونج كونج، ما هياش ياباني ومش صيني. وعلى فكرة برضو عشان نبقى عارفين اللي هي الأجهزة الصيني كانت زمان غير دلوقتي. يعني أجهزة الراديو الصين كان مشهورة جدا على فكرة بصناعة الراديو، وكان الراديوهات بتاعتها كانت ممتازة ولها صيت يعني وشهرة في كل طبعا الشرق الأوسط. أما الوقت طبعا هي بتختلف، ولا زال برضو على فكرة عشان نبقى عارفين اللي هي الحاجة اللي بتيجي هنا عندنا الشرق الأوسط غير الحاجة اللي بتصدر بره. يعني في حاجات من دي صيني فائقة الجودة، بس طبعا احنا عندنا عشان الكواليتي كنترول بتاعنا تعبان شوية خلاص، فعشان كده بنلاقي اللي هي الجودة بتبقى عندنا هنا أقل. بس في حاجات صيني بتبقى جودتها فائقة عشان نبقى عارفين. يكفي اللي أنا أقول لكم اللي ما عادش فيه كل مصانع أوروبا الوقت توقفت، وكله بقى بيعتمد على الإنتاج الصيني. يعني حتى في أمريكا نفسها معظم المنتجات هناك بقت صيني، بس طبعا صيني ذات جودة عالية مش نفس اللي بيجي عندنا. وهنا طبعا برضو بسبب اللي احنا السبب ارتفاع الدولار عندنا جدا، فبالتالي بتبقى اللي هي يعني ما نقدرش نجيب حاجة جودة عالية هيبقى سعرها مش معقول. يعني مثلا نجيب راديو زي ده مثلا ب1000 جنيه خلاص، فطبعا العملية بقت صعبة يعني بالنسبة للجديد. أما بالنسبة للقديم فأهو العملية ماشية شوية أهو مقبول. يعني مثلا ده الياباني ده مثلا الوقت الصيني مثلا اللي زيه كده ممكن تجيب الصيني ده ب550 جنيه مثلا على سبيل المثال. فده انت لما تيجي تاخده مثلا تشتريه ياباني و12 موجة وفائق الجودة، لما تيجي تشتريه مثلا ب 550 600 650 يبقى انت كده يعني ديت زي ما بيقولوا يعني تعتبر لقطة يعني، ماشي. يبقى انت شاريه لقطة، لان الصيني اللي زيه انت عارف بقى يمكن سعره مقرب. وهكذا بالنسبة طبعا اللي هي للراديوهات اللي هي البوكيت، اللي هي الراديوهات اللي هي الصغيرة ديت بقت طبعا سعرها غالي جدا. طبعا في اللي هي الماركات الصيني طبعا مش عايز، انت عارفين طبعا، انت كلكم جربتوا الصين وعارفينه، بس زي ما بقول لكم اللي فيه جودة بتختلف. ولو انت لقيت صيني قديم يمكن زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، لو لقيت صيني قديم هتيجي تبص تلاقي يعني يعني مثلا اللي هي الراديوهات اللي هي بتشتغل بالفلاشة، لو انت جبت حاجة قديمة منها ماشي من بداية ما طلعت هتلاقيها كان صوتها نقي جدا وكان صوتها ممتاز وما فيهاش شوشرة غير الحاجات الحديثة. لأن زي ما انتم عارفين اللي كل مدى الدولار عندنا سعره طبعا الجنيه سعره بيهبط والدولار سعره بيزيد، فبالتالي المستورد هيعمل فبيضطر اللي هو يجيب حاجات يكون سعرها يكون حنين يعني تقدر الناس تشتريها. يعني مثلا ما يجيب راديو مثلا سعره 200 جنيه يبقى هو طلع من بلده اساسا بكام؟ عارفين يعني 200 جنيه يعني كام دولار؟ يعني ب 3 دولار كام؟ 6 دولار. ب 6 دولار طبعا 6 هو طلع من بلده هتلاقيه بدولار يعني تخيل راديو طلع بدولار يعني. لان طبعا زي ما انتم عارفين في حاجات كتيره في الشحن، والشحن بقى غالي جدا بالاف الدولارات. في حاجه اسمها النولون، في حاجه اسمها بطاقه استيراديه، في حاجه اسمها جمارك، في بلاوي زرقاء كتيره جدا. فطبعا ما يوصل مثلا ما يكون الراديو هنا ب 200 جنيه يبقى طلع من بلده مثلا مش هيزيد عن 20 30 جنيه عشان تبقوا عارفين 20 30 جنيه يعني دولار، يعني الراديو طلع بدولار ماشي. فطبعا الجوده بتاعته يعني ما تتوقعش منه كتير يعني. بس الحاجات القديمه لما كان الدولار سعره رخيص شويه، لما كان مثلا الدولار ب7 جنيه مصري ولا حاجه ماشي، كان ممكن يجيب لك جهاز مثلا كويس. يعني مثلا 10 دولار يبقى 70 جنيه مصري ماشي. الراديو ما كان بيتباع هنا مثلا ب 120 130 جنيه، فهو طلع من بلده اساسا نقول مثلا ب 70 جنيه، ما يعادل 70 جنيه مصري، ما يعادل 60 جنيه مصري. احنا بنتكلم في 10 دولار غير ما الراديو يجي لك بدولار. فالدولار عارف اللي هو طبعا يعني رابش يعني تاخده ترميه اساسا ماشي. هو شكل منظر بيحطوا زينه بس عندك
منظر او تحفه. عموما انا مش هطول عليكم في الفيديو ده، خلاص انا مجرد بس بديكم فكره او نظره عن بعض الحاجات اللي هي المقتنيات بتاعتي، وفيديوهات تانية باذن الله هوريكم حاجات تانية. ونرجع تاني نسمع شويه للصوت ده، لان هو ده الوحيد اللي فيهم بيشتغل بالكهرباء، حتى ده بيشتغل بادابتر. ماشي، فنسمع برضو ده تاني وننهي بيه الفيديو ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد مع حاجه جديده. وعلى فكره يا جماعه الراديو ده فيه اساسا فيه الساعه، ماشي، ساعه ديجيتال، والساعه ديجيتال يعني فيه برضو الارم كلوك، فيه منبه. خلاص، هو في بس قناتين، في اللي هي الام دبليو واللي هي الاف ام، اللي هي يو كي دبليو لان هو الماني، هي معناها اللي هو الاف ام. ماشي، تعال نرجع نسمعه تاني. والراديو ده على فكره هو ما فيهوش اريال، ما كانش بيستخدم في الاريال دي، بيبقى السلكه دي هي الاريال بتاعه على فكره، عشان نبقى عارفين ملوش اريال للاف ام، تبقى مجرد سلكه فقط. تعال نرجع نسمع تاني. الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. تعال نشوف يا جماعه بقى اللي هي الام دبليو اللي هي الموجه المتوسطه. احنا هنا طبعا في عندنا مواتير هنا، وفي اريال بتاع موبينيل فوق السطح، فهنا اعتقدش ان الام دبليو هتيجي عندي خالص. والله كويس اللي هي جايه يعني. سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. طب كويس والله، ده روسيا. كويس اللي هو الراديو ده، بالرغم ان انا عندي شوشره جامده جدا، اللي هو جايب بتاع حوالي 5 قنوات يمكن او 6 قنوات على اللي هي الميديوم ويف، وبيجيب الاف ام اللي هي ال4 قنوات. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.